6 امور احنا بنخسرها في الدعايه الطبيه كشركات او زملاء شغالين في الدعايه لو احنا مش شغالين بنقاط قوتنا الفطريه. اولهم يوم السبت واحنا رايحين الشغل بنقدم رجل ونأخر رجل ومش طايقين الشغل. ويا سلام لو في اعياد او مناسبات وخدنا اجازه، بيبقى جديا بنفكر ان احنا نقدم طلب ونزود او نطول الاجازه اللي اخدناها دي. تاني حاجه واحنا بنتعامل مع زمايلنا بنتعامل بكل سلبيه وكلمات صعبه وناشفه وشديده واحنا بنتعامل معاهم، سواء هم دايركت ريبورت لينا او زمايلنا في الاريا او في التيم معانا. تالت حاجة واحنا بنتعامل مع العملاء بتوعنا سواء صيادلة او دكاترة في المستشفيات او في البي ام، مجرد اداء شكلي اكنها روبوت شغالة وبتأدي المطلوب منها وخلاص. اسئلة بنسأل، فيدباك وبناخد، اوبننج وبنعمله. طيب بس هل في اي روح في الشغل؟ ولا اي روح، مجرد اداء شكلي علشان مطلوب مننا نأدي الشغل ده وبس. مش كده وبس، ده احنا قاعدين نصيح على الجروبات وفي الحالات ونشير ميمز كلها بتتكلم عن مشاكل الشغل والمساوئ اللي ممكن تتخيلها وفي انت شغال في الدعايه الطبيه او في الشركه اللي انت فيها. طبعا ده هيؤدي انك اي تارجت يومي او اي اشيفمنت يومي هيقل بشكل رهيب ومالوش اي معنى، مجرد اداء. حتى لو مطلوب منك اوردرات، ماشي انا جبت اوردرات، طيب البروفيت بتاع الاوردر ده ايه قيمته؟ ولا الهوا، مجرد اداء شكلي. وبالتالي اي فرص فيها ابداع او فيها ايجابيه الناس بتحيد عنها ولا بتفكر فيها من كتر ما هي مضغوطه ومش شغاله بنقاط قوتها الفطريه.